حليلة كلها زي الفل قدامي وتقول خلاص كان عندك ايدز وراح. صدق أو لا تصدق، ما ينبغي أن ترتج له مراكز الأبحاث من القطب إلى القطب يحدث هنا، وسط ما يشبه عرض إعلانات الشفاء السحري التي تبيع الوهم. يستعرض الضابط صاحب الاختراع المزعوم جهازا يشبه أجهزة تخطيط القلب، ثم شهادات لمن قيل إنهم مرضى بالإيدز. كنت متعايشة مع مرضى الإيدز ودلوقتي الحمد لله خفيت. وبعد صور لا يفهم صلتها بالموضوع يخرج الإعلان الميلودرامي. هل يوجد علاج لمرض فقد المناعة المكتسبة الإيدز؟ هل يوجد علاج لفيروس آخر؟ والإجابة الآن نعم. هما إذن مرضان مستعصيان لا واحد، الإيدز والتهاب الكبد الوبائي الخطير فيروس سي، وفوقهما إنفلونزا الخنازير. الحل في هذه العلبة الغامضة التي قالت دائرة الهندسة الطبية في القوات المسلحة المصرية إنها اخترعتها. كومبليت كيور فور HCV لعلاج مرض فيروس سي، وكومبليت كيور فور HIV لعلاج مرض الإيدز. عند التعمق في التفاصيل بعد صدمة الخبر يقف الخبراء والأطباء عاجزين عن فهم ما يقال، ولا تجد الثورة العلمية بحسب وصف الإعلام المصري مكانا سوى في مواقع الأخبار الساخرة. موقع كيكوميتر المتخصص قال إن عسكر مصر يستخفون بعقول الناس، ويريد المقال ما أعلن عن عمل الجهاز بالطاقة الكامنة وقدرته على الاحتفاظ ببصمة لكل جزيئة بعد التقاطها بأنه مجرد هراء، وحذر من خطورة ما وصفه بالاحتيال في شأن يتصل بحياة الملايين. أما مواقع التواصل الاجتماعي فقد امتلأت بالمقارنات المضحكة مع دعاية نصف قرن مضى، حين كان العسكر يعلنون عن إنجازات مدوية لم تلبث أن انكشفت عن صناعة معلبات، بينما سخر آخرون من محاولة صنع بطولات وهمية لرجال خارقين بأسلوب يرون أنه لن يثير الإعجاب بقدر الشفقة.